بسم الله. أحبابي في الله، قبل ما نبدأ الفيديو لو تكرمتم اعملوا لايك للقناة واعملوا اشتراك، وتعالوا أقول لكم على وصفة سحرية من النبي صلى الله عليه وسلم للي بيطلع له جن أو شيطان. لو طلع لنا جن أو شيطان هنعمل إيه؟ تعالوا نشوف الهدي النبوي في الموضوع ده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي يوما فتحضرت عليه الجن والشياطين من كل مكان، ومعهم شعلة من النار أرادوا أن يحرقوا وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم. فنزل له جبريل فقال: يا محمد قل. فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول؟ فقال جبريل: قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وزرع وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما يزرع فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بالخير يا رحمن. فانطفأت شعلة الشياطين ورجعوا خائبين. يا ريت نتعلم الدعاء ده ونعلمه لأولادنا. أرادوا أن يحرقوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه جبريل فعلمه هذا الدعاء الجميل الكنز النبوي. يجب أن نحفظه ونحفظه لأولادنا ونعلمه لهم حتى يحميهم من أي شيطان ومن أي جان. أشوفكم على خير وكل عام وأنتم بخير، وما تنسوش صيام يوم تسوعاء وعاشوراء إن شاء الله، فإن يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن حييت قابل لأصومن تسوعاء، مخالفة لليهود. كل عام وأنتم بخير.